السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وراحة بال. حابة اعرفكم بنفسي في البداية للي اول مرة بيشوفني. انا دينا ودي قناتي، اتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد هنزله ان شاء الله. وما تنسيش بقى اهم حاجة لايك على الفيديو ده لو عجبك. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل كيك المانجا من غير فرن. الوصفة دي بقى هترحمنا من فرهدة الحر، وعشان خاطر نعمل حاجة حلوة لازم نقف كتير بقى في المطبخ وفي الفرن بقى مفتوح والكلام ده، فالجو بصراحة مش مساعد خالص على كده. فجربوا بقى الوصفة دي هتعجبكم جدا وسهلة وسريعة ومش هتخلينا نقف كتير في المطبخ. اول حاجة انا جبت منجاية كده قطعتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، والطريقة دي حلوة في ايه؟ ان هي هتطلع معاكي المانجا قطع زي ما انت شايفة كده، مش هتكون مهرية منك او تتقطع ولا اي حاجة. تاني برضو نقطة مهمة جدا، اختيار نوع المانجا. في انواع مهما انتي عملتي الطريقة بتاعة التقطيع كويسة، برضو المانجا هتطلع معاكي زي العصير بالظبط، مش هتبقى مكعبات او قطع زي ما انتي شايفة كده. طيب ايه الانواع اللي المفروض انا استخدمها في الوصفات بتاعة الحلويات؟ يا النعومي يا الزبدة، هي اللي هتطلع معاكي المانجا بالشكل ده. اي نوع تاني، سكري بقى، عويس، اي نوع من انواع مانجا تاني مش هينفع، مش هتطلع معاكي المانجا بالمنظر ده. يعني بحس ان العويس والسكري بيتاكلوا كده، مش بيتقطعوا مكعبات. وكمان لو ما فرقش معاكي ان هي تكون بيوريه وحابه ان انتي تحطي العويس او السكري، برضو هتبقى في مشكله تاني بتواجهك، وهي ان النوعين دول بيبقوا مسكرين جدا. فانا بالنسبه لي ما ينفعش احطهم في وصفه حلويات. هي اصلا الحلو اللي انا هعمله ده اوريدي مسكر، فانا هحط له مانجا كمان مسكره؟ لا، انا مش حابه كده بصراحه. انما النعومي والزبده بحس ان هما بيكون فيهم سنه مزازه كده، فالمزازه دي مع الحاجه المسكره اللي معموله بيبقى ميكس حلو قوي، فالطعم معاكي هيطلع مظبوط اكتر. انا قطعت مانجتين على اكبر صينيه من الصواني المستطيله في مقاس الصواني البايركس. هي كده خلاص جهزت، انا هشيلها في التلاجة لحد ما اخلص وصفه الكيك خالص، وبعد كده هزين بيها. حطيت معايا 3 بيضات وعليهم رشة من الفانيليا، وممكن تستخدمي بيضتين مش 3 لو حجم البيض عندك حلو يعني مش صغير. وكوباية من السكر الابيض، اهم حاجة بس يكون سكر ابيض علشان يطلع معايا كده الكيك لونه فاتح وجميل. ومعايا كوباية من اللبن وكوبايتين من الدقيق ومعلقتين ممسوحين من البيكنج باودر، وهقلب المكونات دي كلها. وفي كمان نص كوباية زيت على زبدة نسيت اقولكوا عليها. ممكن برضو تستغني عن الزبدة خالص وتخليها زيت بس انا بحب استخدم في وصفات الكيك بالذات زبدة او سمنة مع الزيت، بحس ان هو بيدي الكيك تماسك اكتر وبيطريها اكتر غير لو حطيت الزيت لوحده. احلى حاجة بقى في الوصفة دي ان انا هنا ولا نخلت الدقيق ولا نخلت البيكنج باودر ولا اي حاجة، حطيت كل المكونات على بعض، وكمان ما استخدمتش خلاط ولا اي حاجة، هو بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. وعايزة اقول لكم بجد النتيجة طلعت تحفة، كأني جايبة تورته مش كيكة. عارفين طعم النايتي بتاع زمان اللي احنا كنا بنحبه؟ حاسة طعم الكيكة دي شبهه قوي. والفكرة هنا مش في المقادير قد ما فكرة التسوية فرقت، لان انتوا هتشوفوا بنفسكم دلوقتي انا سويتها في الميكروويف مش في الفرن، فما كنتش متوقعة نتيجة تسوية الميكروويف تكون بالشكل ده. انا دايما بعمل كيك المج، تقريبا كل الناس بتعملها، مفيش اسهل منها. بس دي بتكفي فرد واحد، فانا كنت عاوزة اعمل صينية كبيرة، فالفكرة بقى جات لي من هنا ان انا عاوزة اعمل مقدار كبير علشان كلنا ناكل، اكيد انا مش هاكل لوحدي يعني. فلقيت النتيجة حرفيا ابهرتني، يعني انا ما كنتش متوقعة بصراحة ان هي تطلع بالحلاوة دي. دهنت البايركس قطعة زبدة صغيرة خالص تحسبا برضو ان هي ما تلزقش. حطيتها في الميكرويف دقيقتين زي ما انتوا شفتوا، بس هي احتاجت دقيقتين كمان، يعني فتحت عليها لقيت لسه برضو القلب بتاعها ني شوية، فرحت مزودة دقيقتين كمان، يعني القالب ده كله اخد 4 دقايق بس تسوية. زي ما انتوا شايفين كده جمالها هشة وجميلة وفاتحة كده من فوق. ما اخدتش تسوية الفرن خالص، احنا عارفين ان الكيك بيبقى دايما في الفرن الوش اللي فوق ده بيبقى ناشف كده شوية عن بقية الكيك، لا دي كلها اخدت تسوية واحدة.
اول ما خرجت بالستيك كده ابتديت ان انا اعمل لها فتحات علشان اسقيها باللبن. حطيت ربع كوبايه لبن بس على البايركس كله. وعاوزه اقول لكم والله هي حرفيا مش محتاجه تسقيه خالص، هي طريه. يعني لو مش حابه تسقيها مفيش مشكله خالص، هتطلع برضو تحفه. بصوا بقى، انا هنا جبت باكت من الكريم شانتيه، حطيت عليه ميه علشان انا حابه الكريمه يكون طعمها برضو ونكهتها بنكهه المانجا. فحطيت كده معلقتين 3 من المانجا اللي احنا قطعناها، وضربتها بالمضرب مع الكريمه. ادتني اللون التحفه ده اللي انتوا شايفينه، هو شبه لون الباستري كريم كده، بس طعم الكريمه دي هيكون مميز قوي، خاصه ان هي بالمانجا واحنا هنحط مانجا، فكلها كده تحس انه طعمها هيكون متشرب من المانجا. عاوزه اقول لكم ان الوصفه دي متصوره من بدري جدا، من سنه تقريبا، واكيد واضح طبعا من طريقه التصوير. وانا بقلب في التليفون كده لقيتها، فقلت خلاص انا هنزل لكم الوصفه دي لان هي بصراحه حلوه قوي وفكرتها تستاهل، وقلت لازم اشارككم بيها. انا مستغربه اصلا ان ازاي الوصفه دي انا ما نزلتهاش من بدري. عاوزه اشكركم جدا جدا لكل الناس اللي لسه فاكراني وبتسال عليا. زي ما وعدتكم قبل كده ان انا ان شاء الله هنزل لكم فيديو كده كل فتره، لان مش هقدر اصور خالص بصراحه. فلما تجيلي اي فرصه للتصوير او اي وصفه مميزه كده ان شاء الله هشارككم بيها. وزعت الكريمه كويس في البايركس ونزلت عليها بالمانجا. الوصفه بجد تحفه، جربوها تعجبكم قوي. انا بحس ان اي وصفه بالمانجا بتبقى فخمه برضو، يعني المانجا ليها هيبتها برضو يا جماعه، خلينا متفقين على كده. ولو عايزه كمان بقى تعززيها اكتر، حط لها بقى صوص البيستاشيو، او احنا كنا عاملين قبل كده مع بعض حاجات كتيره كده، وصفات كتيره كنت عاملاها اقتصاديه بنجيبها من بره بمبالغ اعلى من كده. فكانت من ضمن الوصفات دي وصفه الفستق الكداب. هبقى اسيبها لكم ان شاء الله في شاشات النهايه او اول كومنت مثبت. الفستق الكداب زينتي بيه المانجا في الاخر. الوصفه سهله وبسيطه وتتعمل في اقل من 10 دقايق، تكوني مجهزه كل حاجه. وكفايه ان لما يكون نفسك في حاجه حلوه تخشي كده تعمليها على السريع، من غير ما تقفي بقى في الحر ولا الفرهده ولا الكلام ده. هقطع قدامكم حته من الكيك، هتشوفوا بنفسكم قد ايه هي هشه ولونها فاتح من جوه شبه التورته بالظبط. وصفه ناجحه 100%. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم لايك وكومنت حلو كده، وما تنسوش بقى لما تجربوها ترجعوا تقولولي انكم جربتوها وعجبتكم. ما تنسوش بقى اللي لسه مشتركش على القناه يشترك بسرعه ويفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.